انا عارفك زملكاوي درجه ثالثه يعني. طبعا. احكي لي عن حته الزمالك دي، انت بتحلم يعني، انت كل ده بتتكلم انت عايزك تكبر وتركز في الكوره ومركز فيها. يوم ما جالك اول حد يكلمك يقول لك الزمالك عايزك، عملت ايه؟ وكنت حاسس ولا؟ يعني فرحه ما بعدها فرحه. وكان في كان في اهلي. اهلي كمان. وكان في اهلي. اه وسموحه كانوا عايزين يودوني الاهلي مم. برضو، يعني للعلم سموحه كانت عايزه ليه باعوا طارق للزمالك، فابراهيم اللي بيبيعوا لمين؟ للاهلي. مم. تمام. فالمستشار مرتضى كلمني، بصراحه عارف انت الطموح زاد. انا كنت بروح منتخب مع سموحه. كلمك منك ليه دايركت؟ عن طريق سيد مرعي وميدو حسين. جاب رقمك وكلمك. انا بروح، كنت بروح المنتخب وانا في سموحه، فانت هتروح تلعب في الزمالك، انت فاهم؟ فالطموح زاد قوي 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 والاحلام زادت. هديك حاجه بس بسيطه، يعني لو صفحتي على الانستجرام صورتي كانت بتجيب مثلا 500 لايك مثلا، انا بسم الله الرحمن الرحيم اول ما اتحط اسمي ان انا رايح الزمالك باي باي 2000 لايك مثلا. قيس بقى على السوشيال ميديا دي كل حاجه في الحياه، انت فاهم؟ وتعرفت اكتر. اكتر. مثال يعني السوشيال ميديا بالنسبه لي مش يعني انت كنت معروف في سموحه، بس ابراهيم وطارق وحمودي، بس لما تروح الزمالك اتعرفت تنزل في الشارع تصور أكتر. طبعا اكتر اكتر اكتر. لدرجه اما قبل ما انا كنت بادئ في الزمالك كان خد الدوري طول الدوري، والناس الجمهور بيحتفلوا في الشارع قدام نادي الزمالك. كنت انا عندي مقابله مع مستشار مرتضى في النادي عشان هتصور وبتاع مش عارف ايه. تمام. ناس وقفوني وفوق العربيه ولا ما حاجه ولا ماتش حاجه، يعني عارف انت. فبدات تحلم يعني خلاص، لا مش همشي بقى الكوره دي حكيت لي. ومش همشي بقى من منتخب مصر وبتاع ومش عارف ايه. تمام.